يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفي الفيديو دلوقتي. جايه لكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وتنسيش اللايك الحلو منك وكمان كومنت. النهارده قررت ان انا انزل كده اخد جوله في السوق واشتري شويه خضار ناقصني في البيت. وكمان كان برضو عندي شوية منظفات ناقصة، قلت اما اجيبها واشوف اخبار الاسعار ايه. تعالوا بقى كده اقول لكم اشتريت ايه واقول لكم كمان الاسعار. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت طماطم. صراحة طماطم كانت حلوة جدا. جبتها ب15 جنيه الكيلو. جبت 5 كيلو قلت اخليهم. آه هاخد مثلا اشيل 3 كيلو مثلا في التلاجة، واخد 2 كيلو مثلا اعمل بيهم صلصة، اعمل بيهم حاجة هقول لكم ايه. في الفيديو كده ان شاء الله هعمل بيها ايه. هنا بقى جبت كمان بتنجان للمحشي. طبعا انتوا عرفتوا الطماطم التانية دي هعمل بيها ايه. زي ما انتوا شايفين انا بحب انقي كده البتنجان يبقى حجمه وسط، ما يبقاش كبير قوي ولا صغير قوي. بحب البتنجان الابيض في انواع المحشي اكتر حاجة يعني. جبت برضو 2 كيلو، كان الكيلو ب12 جنيه تقريبا، ب12 جنيه. جبت 2 كيلو ب24. جبت بطاطس. البطاطس بقى اللي شد حيلها قوي، معرفش ليه سعرها غالي قوي كده، جبتها الكيلو ب25 جنيه. جبت 4 كيلو. كانوا ب100. يعني الله يرحم ايام ما كنا بنقول الاربعة ب10 دلوقتي الاربعة ب100. حتى البطاطس مش عاجبها سعرها. بس وجبت كمان بصل. جبت بصل ابيض. وجبت بصل احمر، بس جبت البصل الابيض اكتر شوية عشان طبعا للطبيخ وكده فبيبقى احلى. وطبعا مع تقلية الكشري بيبقى حاجة حلوة جدا. جبت ال3 كيلو. هو سعر البصل عامة للكيلو الواحد 15 جنيه. جبت 5 كيلو ب75. جبت 3 كيلو ابيض و2 كيلو من الاحمر ده للسلطة مثلا او حاجة زي كده. انا برضو بحب الاحمر يعني ما اقدرش استغنى عنه، وخصوصا ان هما الاتنين اصلا سعر واحد فخلاص يعني فاهمة. لما تنزلي تشتري الحاجة بتاعتك تنوعي يعني. جبت برضو لقيت البامية دي كانت حلوة قوي عند الراجل ما شاء الله وطازة. صراحة بنقيها بالواحدة، بجيبها كده حجمها متوسط، ما بجيبهاش صغيرة قوي عشان ما تبقاش صعبة في وانا بقمعها يعني، ولا تبقى كبيرة طبعا اللي هي الويكة. وجبت كوسة. انا قلت لكم البامية كانت عاملة النص كيلو ب30 جنيه، يعني الكيلو ب60. الكوسة بقى كنت جايبة كيلو. افتكر لان انا نسيت بصراحة سعر الكوسة، بس اعتقد ان هي كانت ب30 جنيه الكيلو. جبت كيلو واحد بس، قلت يعني احطه مع ان شاء الله لما اجي اعمل المحشي البتنجان ابقى اعملها معاه. وجبت برضو كيلو خيار. الكيلو الخيار كان ب25. مش عارفة الحاجات اسعارها غليت قوي كده ليه، يعني ربنا يرحمنا برحمته بصراحة يعني. الحاجة بقت مولعة نار. جبت هنا برضو جزر. كنت جايبة برضو كيلو. الحاجات دي انا ما بكترش فيها قوي عشان بتقعد بصراحة، يعني هو كيلو كفاية. كيلو الجزر برضو كان عامل حوالي تقريبا 20. جبت هنا نص ليمون. نص ليمون كان عامل 30 جنيه، يعني الكيلو برضو ب60. بس الليمون هدي شوية، كان اغلى من كده يعني. بصوا بقى هقول لكم كمان شوية معلومات كده ان شاء الله في الفيديو، يا رب تفيدكم. جبت هنا ربع فلفل. الربع فلفل انا جبته برضو عشان للمحشي، لان انا اصلا عندي فلفل كتير في التلاجة. بجيبه برضو علشان بستخدمه كتير، بس جبت المرة دي كده ربع، قلت ربع طازة كده مع اكلة المحشي. وجبت طبعا الملوخية دي اساس اي خضار يخش البيت لازم الملوخية معانا. جبت كيلو كان ب16 جنيه، فالراجل راح حطلي بال20. بس هي بصراحة حلوة وكانت صبحة وجميلة. وجبت طبعا خضرة، جبت 6 حزم. من كل حاجة اتنين اتنين، يعني شبت 2 بقدونس و2 كزبرة. بحب الخضرة جدا في المحشي، بتديله طعم حلو قوي. انا تقريبا نسيت اقولكوا سعر الفلفل، بس بجد انا معلش ناسياه مش فاكرة.
والخضرة كانت تقريبا الستة ب10 جنيه اهو. ده كده زي ما بوريكم الخضار الحمد لله اللي انا جبته هيكفيني شوية حلوين يعني، ممكن بتاع حوالي 15 يوم. جبت هنا برضو المنظفات اللي كانت ناقصاني. كان الصابون خلصان عندي فقلت اما انزل اجيب. جبت بقى 3 كيلو صابون، قلت برضو اخليهم عندي. وجبت كيلو ديتول سايب برضو قلت كده اخليه عندي في البيت. هنا كنت جايبه الصابون الكيلو ب12 جنيه، يعني ال3 كيلو كانوا ب36، والديتول برضو كان ب12 جنيه. جبت كيلو. جبت كيس كلوروكس الوان. كنت بجيبه ده ب10 والله بقى ب15 جنيه معرفش ليه. جبت دستة مشابك ب20. وكمان جبت المعطر ده حلو جدا اسمه ياسمينة. بكذا ريحة. روايحه حلوة قوي. بحطه ساعات معطر للجو، او بحطه كمان للهدوم بعد ما كده لما تتغسل. بروح حطاه كده في اخر شطفة فبتدي للهدوم ريحة حلوة جدا. كان برضو المعطر ب12 جنيه. جبت 3 منه. وجبت كيس اوكسي. الكيس الاوكسي ده كان كيلو ب75 جنيه. وجبت عودين بخور، كان العود الواحد ب10 جنيه. بس وطبعا اهم حاجة في مشترياتي في الحاجات اللي انا اشتريتها كلها باكت البامبرز، ربنا كده يا رب يرحمنا منه. الباكت ده كان عامل 430. ده اكبر مقاس. جبت بقى هنا كده بيبقى عندي الجراكن بتاعت اوكسي، بحط بقى فيها كده الصابون. اي حاجة كده بصراحة بحس ان هي ليها منفعة بعد كده بخليها، ما بحبش ان انا ارميها. هنا كنت فضيت كيلو في الازازة اللي على الحوض بتاعة المطبخ، وجبت ال2 كيلو هنا هفضيهم قدامكم. انتوا طبعا شايفين يعني مش لازم انا اقول. المهم بقى اللي وصل معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما ينساش يشترك في القناة وكمان يفعل الجرس ويحط اللايك الحلو. اديني بفكركم اهو عشان ما يبقاش لكم حجة. وكمان انا عايزة حابة ان انا اشكركم على تفاعلكم الكبير جدا في الفيديو اللي فات. انا بصراحة ما كنتش متخيلة. بحب اشكركم جدا جدا جدا. وبحب كمان اشكر كل الدول اللي دخلت قناتي جديد. برحب بيهم جدا. يا رب كده نكبر اكتر واكتر وتبقى عيلتي كبيرة بيكو. وكمان مش عايزة انسى اي حد عشان محدش يزعل مني. كومنتاتكم فعلا بتشجعني بتخليني ان انا استمر، فما تنسونيش بقى في الكومنت الحلو بتاعكم. زي بقى ما انتوا شايفين هنا انا فضيت الديتول بقى كده شوية، قلت خلاص خليهم كده استعملهم دلوقتي. همسح بيهم بقى مطرح طبعا ما جبت الخضار وكده فالدنيا اتبهدلت. فهستعملهم دلوقتي. هنا بقى جبت كده الخضار اللي هفضيه. طبعا هنا فضيت شوية طماطم هقسمهم ما بين مثلا اللي هشيلهم في التلاجة واللي هعمل بيهم صلصة المحشي. هي بصراحة كانت حمرة وجميلة، وبصراحة تستاهل سعرها يعني. هي ب15 جنيه مش غالية قوي. هو انا كنت من فترة من كام يوم كده كنت شايفاها ب6.5، بس انا مستغربة يعني. يمكن بقى بتختلف من مكان لمكان. بنزلوا في الكومنتات كده وقولولي الاسعار عندكم عاملة ايه وهل الاسعار زي عندنا ولا لا. جبت برضو الفلفل كده حطيته. في حاجات بسيبها في الكيس وفي حاجات بسيبها ايه في اطباق بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده. يعني مثلا الطماطم لا لازم افضيها عشان الكيس بيبوظها. آه، ال قولوا معايا الجزر والفلفل برضو انا بفضيه، والخيار نفس الكلام. لكن في حاجات هتشوفوني دلوقتي انا بقفلها بالكيس بتاعها وبسيبها في التلاجة. بصراحة ما بيجرالهاش اي حاجة، بل بالعكس ان الكيس هو بيحفظها. هنا كانت دي كوسة قفلتها، بس بعد ما قفلتها رجعت في كلامي وقلت بقى هحطها في كيس ابيض احسن بلاش الكيس الاسود ده. ودي برضو البامية قفلتها وقلت هحطها كده على رف التلاجة. لحد ما ان شاء الله كده ايه ابتدي بقى ان انا اجهز الحاجات دي. مش هسيبها كتير طبعا في التلاجة، هبتدي ان انا ايه اشيلها وافرزها يعني. الليمون برضو قفلته في كيس.
نايلون وقفلته وحطيته في التلاجة. هنا بقى طبعا كان التربو منظره صعب جدا زي ما انتوا شايفين، فقلت لا كده اروق عليه عشان اعرف كمان ارص فيه الخضار اللي انا جبته. لميت كده كل الاكياس، طبعا دي الاكياس اللي كانت فيها الخضار، فلما فضيتها عملت زحمة فحطيتها كده لميتها كلها في كيس واحد. وقلت بقى إن لما افكه كده واغسله غسلة حلوة كده عشان لما اجي احط الخضار الجديد يبقى محطوط كده على نظافة وروقان. اهو زي ما انتوا شايفين طبعا ده توم مخزناه. كان عندي توم جايلي من بنها، الناس حبايبنا كده كانوا بعتنهولي، وكنت انا جايبه جوزي جايب لي يعني توم، بس كان حجمه صغير جدا. طبعا انا هوريكم في الفيديو حجم ده من ده فرق شاسع يعني. انا ماليش خلق بصراحه في التوم الصغير. ده اللي كان جاي من بنها ما شاء الله كان كبير وحلو. احمر طبعا، للخزين ده بيبقى لازم يكون احمر، الابيض ده بيفضى بسرعه وما بيبقاش حلو. هنا بقى كمان افضيت البصل الاحمر وهحط كمان الابيض معاه. وهفضي البطاطس. زي ما انتوا شايفين هوريكم كمان التوم اللي بقولكوا عليه الصغير ده. ما بحبش استعمله بصراحة، فكل ما اجي اخد من الكبير بستسهله. اهو شايفين فرق الحجم. فانتي لما تحبي تجيبي اللي هي بتبقى راسها كبيرة كده بتبقى حلوة. وكده خلاص انا رصيت الخضار بتاعي كله، وده كان الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. وما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة. ويا رب كده اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.